الأخ الكريم الذي اتصل وقال بالنسبة لصلاة العيد والجنازة هو يريد أن يعرف رفع اليدين ورفع الصوت بالنسبة للاثنين هناك فرق بين صلاة الجنازة وبين صلاة العيد. صلاة الجنازة لا رفع للصوت فيها إلا للإمام، ولا رفع لليدين فيها إماما ومأموما إلا في التكبيرة الأولى فقط، والباقي لا رفع لليدين. ورفع الصوت في التكبيرات يكون للإمام فقط ينبه الناس إلى أنه انتهى من التكبيرة الأولى، من الثانية، من الثالثة، الرابعة، وهكذا. أما المأموم فتكبيره في السر، بخلاف صلاة العيد. صلاة العيد ترفع فيها الأصوات للمأموم والمأمومين، إنها شعيرة وشعائر الله ما ينبغي أن يتحرج الإنسان من رفعها. كذلك رفع اليدين مع كل تكبيرة من التكبيرات السبع في الركعة الأولى والخمس في الركعة الثانية إن شاء الله إماما ومأموما.